السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد من حكاوي من أمريكا، والنهاردة خليك تشتري عفش البيت كله بدولار واحد. تعالوا نروح ايرنز ونتفرج ونشوف عنده ايه. طيب دخلنا ايرنز. نبتدي بقى نتفرج على الحاجات اللي عنده. خلينا اديكم نبذة بسرعة كده يا جماعة. ايرنز من ضمن سلسلة المتاجر اللي هي بتبيع بنظام البيع التأجيري. يعني بيأجر لك الحاجة لمدة سنة أو سنتين، وبعدين انت في الاخر حبيت تشتريها ذاتس اوكي، ما حبيتش تشتريها الحاجة ترجع لك، يعني ما فيش مشكلة، ده وضع يرجع لك. يعني ممكن ترجع لهم حاجتهم، هم بيجوا يحطوها وبيجوا ايه يرجعوها. بصوا يا جماعة، اهو دوت العرض اللي موجود ومكتوب تحتيه المدة و24 شهر او 12 شهر، وكاتبين حتى بالاسابيع، بس يعني معظم الحاجات بتبقى على 24 شهر. فالشهر ب 21 دولار، وفي الاخر انت بتتملكه لو قعدت السنتين. عندهم كل حاجة بقى، عندهم الأثاث، عندهم السراير، عندهم المفروشات كلها يعني. هندخل النهاردة ونتفرج ونشوف الحاجات اللي عندهم، وكمان هناخد فكرة عن ايرنز كشركة يعني. بصوا أنا همشي الكاميرا على الحاجة وانتوا تبقوا توقفوا وتتفرجوا على السعر. اوكي. بالنسبة لإيرنز، هي شركة ابتدت أو كان أول فرع ليهم سنة 1955. فضلوا يتطوروا لغاية 2023. عندهم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 1210 فرع. أتمنى أن الصور والأسعار تكون واضحة. أنتوا لو وقفتوا عليها هتلاقوا ال 24 شهر، وهتلاقوا التفاصيل كلها، وهتلاقوا التفاصيل بتاع يعني مثلا هم بيأجروا ممكن السرير لوحده، السرير بالكومودينو بالمرتبة، بكل حاجة بكذا، يعني كل حاجة وليها سعرها. فزي ما قلت لكم يا جماعة، المديرة كانت جات وبتتكلم معانا، معلش. فهتلاقوا السعر مثلا هنا اهوت، هتلاقي الويكلي ب 27 دولار، ده ويكلي. المانثلي ب 119. خلاص. يعني انت لو هتدفع بنظام الاسبوع، هتدفع كل اسبوع 27 دولار في السرير دوت، ومعاه الحاجات بتاعته اللي موجودة تحت. هيبقى السعر كله في الاخر الكاش برايس 1692، اللي هو دوت. في الشهر تدفع 119 لمدة 24 شهر. يعني ليهم كذا نظام وكذا طريقة. طيب زي ما نرجع تاني ونتكلم على ايرنز عنده 1210 فرع. ابتدى أول لما ابتدى سنة 1955. سنة 2024 بلغت المبيعات بتاعته، سوري 2023 بلغت المبيعات بتاعته 2 مليار و100 مليون. يعني 2 مليار ده السلسلة اللي هي التعبانة يعني. اشتريته اي كيو فينتشر، شركة تانية اشتريته سنة 2024. ولما اشتريته ابتدى يعني ايه يتطور شوية، خاصة في مجال الانترنت، المبيعات اونلاين. كانوا هم مش مركزين عليها قوي، دلوقتي ركزوا عليها اكتر لما الشركة الجديدة جت واستحوذت عليهم، اسمها اي كيو فينتشر. خلينا ندخل نتفرج على الأجهزة. كمان عندهم كل حاجة تتخيلوها. شوفوا بقى سعر الكاش هنا، وشوفوا سعر الكاش في محل زي بيست باي. يعني بصوا أنا همشي لكم على الأجهزة، اتفرجوا على سعرها هنا، واتفرجوا على سعرها في بيست باي، واتفرجوا كمان على الحلقة بتاعة اسمه ايه الحلقة بتاعت لوز، انا نسيت اسمها. فهتلاقوا الاسعار مختلفة. يعني شوفوا طبعا هنا ممكن تلاقوا اغلى اسعار. خلاص بصوا دايما على سعر البرايس كاش اللي هو اللي تحت ده. فانتوا كل الصور اللي فاتت تشوفوا البرايس كاش دي ب 1500. شوفوها بقى في لوز بكام. عندنا حلقتين حلوين جدا عن لوز، وعندنا حلقة عن بيست باي، بس احنا هنعمل لكم حلقة تانية بتصوير افضل شوية ان شاء الله. اوكي. هنعدي بسرعة على الابلاينسز اللي هي الثلاجات والغسالات والحاجات اللي زي كده، تتفرجوا عليها. و علشان ما نطولش وقت الفيديو، و لو انتوا مكملين معانا لغاية دلوقتي، اتمنى ان انتوا ايمن اتمنى ان انتوا تكونوا تشتركوا معنا في القناة، ودايما صلوا على رسول الله يا جماعة، ويكون وقتنا كله معلومات مفيدة، وكمان ناخد حسنات. طيب ماشي.
تعالوا نتفرج بقى على بقية الليفينج والحاجات اللي موجودة هناك، ويبقى احنا كده خلصنا ايرنز. ولو عندكم اي سؤال على ايرنز نكون تحت امركم، اتفضلوا اكتبوه في الكومنتات. ولو عندكم اي اقتراحات لسلاسل حابين تتفرجوا عليها من امريكا برضو نقدر نصورها لكم. حاجات ترابيزات صغيرة سنتر، يعني مش حاجات مش كبيرة قوي، وبتتأجر. يعني دي ب 1835 بالاربع كراسي دول. طبعا عندنا في مصر ارخص بكتير، الحاجات دي كلها ارخص يعني. طب يا جماعة، كان معاكم محمد من حكاوي من امريكا. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، ولو حبيتوا الفيديو تقدروا تعملوا سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.